السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني اعدادي، عاملين يا رب تكونوا بخير. انا معاك مستر احمد فتاح، والنهارده ان شاء الله هنحل مع بعض تمارين 5 على تحليل مجموع المكعبين والفرق بينهم. بذكرك ان بينزل على القناة هنا شرح المنهج تاني اعدادي بشكل مبسط وجميل جدا، فتابعني هتلاقي موجود شرح وحل تمارين المعاصر. تعال نبدأ كده ونشوف اول سؤال معانا وازاي بنحلل فرق ومجموع مكعبين. اول حاجة، لو دي زائد يبقى مجموع، لو دي ناقص يبقى فرق، يبقى ده الفرق ما بينهم. طيب تعال نحلل كده، نبدأ بأول واحد معانا. بيقول ايه هنا بقى؟ هنا بيقول س تكعيب زائد 8. طريقة التحليل هنا يا جماعة بنفتح قوسين اتنين، واحد صغير واحد كبير. نفتح قوسين، واحد صغير واحد كبير. تمام، تعالى كده نبدأ. هنا بيقول لي س تكعيب زائد 8، نفتح قوس صغير هنا اهو وقوس كبير. تمام، وبعد كده بناخد جذر السين تكعيب س زائد يبقى زائد جذر التمانية 2 يبقى س زائد 2. وبعدين بنمشي على القاعدة بقى، ربع الأول س تربيع، غير الإشارة اضرب الأول في الثاني، ربع الثاني بأربعة، يبقى س تربيع ناقص 2 س زائد 4. تمام. تعال نشوف رقم 2 والعملية هتوضح معاك أكتر. هنفتح قوس صغير وقوس كبير، ونقول هنا جذر السين تكعيب س ناقص 1، جذر الواحد 1 ودي ناقص زي ما هي اهي، ربع السين تبقى س تربيع، غير هتبقى موجب، اضرب الأول في التاني هيبقى س، ربع التاني يبقى كام؟ 1. يبقى القوس الكبير ده في قاعدة مش عليها كده بتقول ايه؟ ربع غير اضرب ربع. الناس اللي حاضرة معانا الشرح هتلاقي عارفة القاعدة دي كويس. ربع الأول غير الإشارة اضرب الأول في التاني، ربع التاني. تمام خالص. تعال نشوف السؤال اللي بعده. رقم 3 بتقول هنا ايه بقى؟ رقم 3 اهو بيقول 64 س تكعيب زائد 27. هنفتح قوس صغير وقوس كبير، وتعال نشتغل بقى. جذر ال 64 جذر تكعيب 4، والسين تكعيب جذرها س يبقى 4 س، دي زائد يبقى زائد جذر ال 27 3، وبعد كده ربع أول يبقى 16 س تربيع، غير الإشارة الموجب ديت سالب، اضرب الأول في التاني، 3 في 4 ب12 س، ربع التلاتة تبقى 9 عشان 3 في 3 ب9. طيب السؤال رقم 4، هنفتح قوس صغير وقوس كبير، ونبدأ بقى. جذر التمانية 2 وجذر السين تكعيب س ناقص جذر 125 5. تمام، ربع يبقى 4 س تربيع، غير الإشارة تبقى موجب، اضرب الأول في التاني 10 س زائد 25. تمام خالص. يبقى احنا هنا عملنا ربع غير اضرب ربع. طيب تعال نشوف رقم 5. 125 زائد ألف تكعيب، هنعمل قوس صغير وقوس كبير. جذر 125 5 زائد جذر ألف تكعيب ألف، ربع يبقى 25، اضرب هيبقى 5000، ربع الألف ألف تبقى ألف تربيع. تمام، تعال نشوف رقم 6. هنعمل برضو قوس صغير وقوس كبير، ونشوف 343 جذرها كام. طبعا الأرقام الكبيرة ممكن تستخدم الآلة اهو، تقول جذر تكعيبي 343. 343 قدامك كده يساوي، هتطلع معانا كام؟ 7. يبقى جذر ده هتبقى 7 ناقص جذر 27 3، جذر الميم تكعيب ميم، وبعد كده ربع 49، غير موجب، 3 في 7 21 ميم زائد 9 ميم تربيع، 9 ميم تربيع، يبقى 7 ناقص 3 ميم في 49 زائد 21 ميم زائد 9 ميم تربيع. وصلنا لرقم 7، برضو ميم تكعيب زائد 64 نون تكعيب. هنفتح ادي قوس صغير وقوس كبير. جذر الميم تكعيب ميم زائد جذر ال 64 4، والنون تكعيب نون، وبعد كده نون ربع غير اضرب ربع، ربع غير اضرب ربع.
تمام خالص كده. طيب رقم 8 بتقول 512 س تكعيب ناقص ص تكعيب. فاحنا هنعمل برضو نفس الطريقة، قوس صغير وقوس كبير. وتعال نشتغل بقى جذر 512، الجذر التكعيب 512. هنعمل كده اهوت شيفت جذر 512 يساوي، هتطلع معايا 8، يعني جذر 512 هنا 8، يبقى 8 وجذر س تكعيب س ناقص جذر ص تكعيب ص. ربع 8 في 8 ب64، س تربيع، غير الإشارة تبقى موجب، اضرب الأول في التاني، 8 س في ص يبقى 8 س ص. تمام، تعال نكمل مع بعض. 8 س ايه ص، وعندك هنا ربع التاني بص تربيع، يبقى 8 س ناقص ص ربع، غير الإشارة، اضرب الأول في التاني ربع. تمام، تعال نشوف رقم 9. هنفتح برضو قوسين، واحد صغير واحد كبير. جذر الس تكعيب س وجذر الص تكعيب ص زائد جذر 27 3. تعال بقى ربع، السين تبقى س تربيع والصاد ص تربيع، غير الإشارة يبقى سالب، اضرب الأول في التاني يبقى 3 س ص زائد 3 في 3 ب9. تمام، تعال نشوف اللي بعده. هنحط هنا رقم 10. بيقول لي هنا برضه هنعمل قوسين اهوت ونقول جذر 27 3 جذر س تكعيب س وجذر ص تكعيب ص ناقص جذر 64 4 جذر 64 4 ربع، يبقى 9 س تربيع ص تربيع، غير الإشارة. تمام، بقت موجب، اضرب الأول في التاني يبقى 12 س ص وربع الأربعة تبقى 16 وربع الأربعة هتبقى 16. وصلنا يا جماعة لرقم 11. اللي بتقولي رقم 11 بقى 1 على 8 ألف تكعيب ناقص 8 باء تكعيب. نفس الفكرة، هنفتح قوسين، قوس صغير وقوس كبير. 1 على 8 جذرها 1 على 2، عشان جذر 1 1 جذر 8 2، والألف تكعيب ألف ناقص 8 دي جذرها 2 والباء تكعيب باء. تعال بقى ربع نص في نص بربع، ألف في ألف بألف تربيع، نغير الإشارة. هنضرب بقى الاتنين في نص أو نص في 2 بواحد، هيفضل لي هنا ألف في باء يعني ألف باء، ربع ديت تبقى 4 باء تربيع. تمام خالص. تعال نشوف رقم 12. بيقول لي هنا رقم 12 هنفتح برضو قوسين، لام تكعيب جذرها لام ناقص جذر 1 1 وجذر 125 5 ربع، يبقى لام تربيع، ربع غير تبقى موجب، اضرب الأول في التاني تبقى خمس لام، وبعدين هنا 1 على 25، الربع 1 في 1 بواحد وخمسة في 5 25. والمسألة دي أنا شارحها في حصة الشرح. طيب تعال نشوف اللي بعده رقم 13. بيقول لي رقم 13 8 ألف تكعيب زائد 1، احنا ممكن نعملها كده 8 ألف تكعيب زائد 1 من 1000 يعني 1 على 1000. تعال نحللها بقى، هنفتح قوس صغير وقوس ايه كبير، وركز بقى على اللي احنا هنعمله. جذر 8 2 وجذر الألف تكعيب ألف زائد جذر 1 1 وجذر الألف 10، يبقى 1 على 10 ربع، يبقى 4 ألف تربيع. احنا قلنا ربع، غير الإشارة يبقى سالب، اضرب الأول في التاني هيبقى 2 ألف على 10. ما انت هتضرب 2 ألف في 1 على 10، 2 في 1 ب2 ألف على 10 ربع، يبقى 1 على 100، 1 في 1 بواحد و10 في 10 ب100. يبقى احنا عدلناها بالشكل ده وبعد كده حللنا. طيب رقم 14 تقريبا نفس الفكرة، 27 من 1000 يعني 27 على 1000، ميم تكعيب ناقص نون تكعيب.
تعال بقى نبدأ نحلل واحدة واحدة. قوس صغير وقوس كبير، وتعال نشتغل. أول حاجة انت هتعمل جذر 27 3، وجذر 1000 10، وجذر الميم تكعيب 100 ناقص جذر النون تكعيب نون، وهنا ربع يبقى 9 على 100، والميم تبقى ميم تربيع، غير موجب، اضرب دي في ديت يبقى 3 على 10 ميم نون، وبعدين ربع النون تبقى نون ايه؟ نون تربيع بالشكل اللي قدامك ده كده. كلها نفس القاعدة بس ايه؟ افكار مختلفة. وصلنا يا جماعة لرقم 15، بتقول 1 زائد 125 بقى أس 6. نفس الفكرة، هنفتح قوس صغير قوس كبير، وتعال نشوف بقى كده. جذر 1 1، وجذر 125 5، موجب زي ما هي اهي. طب جذر باء أس 6، بص معايا، جذر باء أس 6 وده جذر تكعيبي طبعا اللي بناخدوه. باء أس 6 بتقسم اللي جوه على اللي بره، يعني 6 على 3 فيها الاتنين، تطلع باء أس 2. يبقى أي أس بنقسم اللي جوه على اللي بره، 6 على 3 فيها الاتنين، يبقى دي باء تربيع. طيب ربع بواحد، ربع الأول، غير الإشارة، اضرب الأول في التاني، 5 باء تربيع. ربع ده 5 في 5 ب25 باء أس 4، يبقى ربع غير اضرب ربع. تمام. تعال نشوف رقم 16. رقم 16 هنعمل نفس الموضوع، هنفتح قوس صغير وقوس كبير، ونبدأ كده. جذر 8 2، وجذر السين تكعيب س ناقص 343 جذرها كنا حاسبينها من شوية، هنعمل ادي جذر 343 طلعت 7، نقول 7 صاد. تمام. تعال بقى نربع، هيبقى 4 س تربيع، غير الإشارة هيبقى موجب، اضرب الأول في التاني يبقى 14 س صاد، زائد ربع التاني 49 صاد تربيع. تمام. تعال نخش على رقم 17. رقم 17 بيقول لي هنا ايه بقى؟ س أس 6، هنعمل برضو قوس صغير قوس كبير. س أس 6 جذرها يبقى س أس كام؟ 6 على 3 فيها الاتنين، وصاد أس 6 يبقى صاد أس 2. ربع س تربيع في س تربيع س أس 4، غير الإشارة تبقى سالب، اضرب الأول في التاني يبقى س تربيع صاد تربيع. ربع ده يبقى صاد أس 4. بس دي بمنتهى البساطة كده. طيب رقم 18. رقم 18 وده آخر فكرة في السؤال الأول، س أس 6 ناقص 64. هنعمل برضو قوسين وتعال نشتغل. جذر س أس 6 س أس 2 ناقص 64 جذرها 4، ربع غير اضرب ربع، يبقى تطلع معانا بالشكل كده. بكده يبقى خلصنا السؤال الأول. تعال نبدأ السؤال التاني ونشوف ايه الأفكار اللي فيه. السؤال اللي قدامك ده كده 2 س تكعيب زائد 16، هناخد فيه حاجة اسمها عامل مشترك. عامل مشترك ليه يا جماعة؟ لأن الاتنين ده مش مكعب كامل ولا 16 مكعب كامل، فتاخد الاتنين هنا عامل مشترك، ونشوف بقى لو قسمنا هنا على الاتنين وقسمنا هنا على الاتنين يفضل لنا هنا س تكعيب بس 16 على الاتنين فيها 8، ونقفل القوس. هتسيب الاتنين ديت وتبدأ تحلل عادي خالص زي ما كنا بنعمل في السؤال الأولاني اهوت. قوسين اهو، جذر س تكعيب س، جذر 8 2، ربع غير اضرب ربع. بس يبقى ده بالشكل ده. يبقى كل الفكرة فيها ان احنا هناخد عامل ايه؟ عامل مشترك. طيب نشوف رقم 2. رقم 2 برضو هناخد عامل مشترك هنا 3، فهيفضل لك س تكعيب ناقص 27. هنسيب التلاتة زي ما هي ونحلل. تفتح قوسين، واحد صغير واحد كبير. جذر الس تكعيب س، جذر 27 3، ربع غير اضرب ربع، ربع غير اضرب ربع، والتلاتة بره عامل ايه؟ عامل مشترك.
هناخد هنا في رقم 3 عامل مشترك رمز اللي هو اللام. هيبقى كده لما نقسم هنا على لام ونقسم هنا على لام، يعني تطرح لام من دي كده، هيفضل لك لام تكعيب زائد 64. بص الموضوع بقى سهل بقى، هتسيب اللام بره اللي هو العامل المشترك وتبدأ تحلل، مفيش أي مشكلة. قوس صغير وقوس ايه كبير. وتعالى بقى جذر اللام تكعيب لام، جذر ال64 4، ربع غير اضرب ربع، تاني ربع غير اضرب ربع، بعد ما خدنا التلاتة عامل ايه مشترك. طب هنا رقم 4، هناخد في رقم 4 الميم ديت عامل مشترك، فهيفضل لي هنا هاخد الميم اهو، اقسم هنا على الميم هتشيل الميم دي، واقسم هنا على الميم هتاخد واحدة من دول، هيفضل لك لام تكعيب ناقص 27 ميم تكعيب. كده الموضوع بقى بالنسبة لي سهل. الميم دي هنسيبها، وتعالى بقى نفتح قوس كده اهو اهو اهو، هنفتح قوسين. اللام جذرها لام ناقص 27 جذرها 3، الميم تكعيب اهو جذرها ميم، يبقى انا قلت لام ناقص 3 ميم. ربع الاول لام تربيع، غير الاشارة 3 لام ميم. ربع التاني يبقى 9 ميم تربيع، بربع غير اضرب ربع، ربع غير اضرب ربع. طيب تعال نشوف رقم 5. رقم 5 هاجي ابص كده 3 س اس 4 زائد 3 س. الواضح قدامي ان انا هاخد التلاتة عامل مشترك. طب ودي س اس 4 ودي س، هاخد السين عامل مشترك. انا المرة دي هنا خدت عامل مشترك عبارة عن عدد ورمز، ما تقسم هنا على التلاتة مفضلش 3، ودي س اس 4 خد منها س فاضل س تكعيب زائد هنقسم على التلاتة يروحوا مع بعض، وهنا السين بفيها الواحد. شايف بقى هنا التلاتة س ديت هنسيبها زي ما هي، وتعالى نكمل نعمل كده، وتعالى نحسب معايا. انا قلت 3 س، هنحلل بقى المقدار ده، سيب التلاتة س زي ما هي. يلا جذر السين تكعيب س، وجذر الواحد واحد، ربع س تربيع غير س في واحد بسين، وربع الواحد يبقى ايه تربيع بواحد، يبقى س زائد واحد في س تربيع ناقص س زائد كام واحد. ده بالنسبة لرقم 5. تعال نشوف رقم 6 تقريبا نفس الفكرة. عندي 2 س أس 5 و54 س أس 2. أول حاجة هاخد الاتنين وهاخد س تربيع، هيفضل لك ايه؟ هيفضل س تكعيب ناقص 27. طيب الاتنين س تربيع ده هنسيبها زي ما هي، نفتح قوس صغير وقوس ايه كبير. جذر السين تكعيب س ناقص جذر 27 3، ربع يبقى س تربيع غير يبقى موجب 3 في س 3 س، 3 في 3 ب9، يبقى هنا 2 س تربيع س ناقص 3 س تربيع زائد 3 س زائد كام 9. كده يبقى احنا خدنا العامل المشترك 2 س تربيع. وصلنا لرقم 7، بتقول 16 س تكعيب زائد 250 ص تكعيب. هاخد الاتنين يا جماعة عامل مشترك، وهتعرف دلوقتي ليه. اقسم هنا هيفضل لك 8 س تكعيب زائد هنا 125 قسمنا 250 على 2 125 ص تكعيب. بعد ما خدنا الاتنين عامل مشترك هتبدأ تحلل عادي خالص، هنفتح قوسين كده وتعالى بقى نشتغل. جذر 8 2، وجذر س تكعيب س زائد 125 جذرها 5 والصاد تكعيب صاد، ربع تبقى 4 س تربيع غير اضرب الأول في الثاني 10 س صاد زائد ربع الثاني 25 صاد تربيع. طيب احنا هنا الفكرة اللي هنا اللي خدنا الاتنين عامل مشترك. طيب تعال نشوف رقم 8. رقم 8 بيقول لي 16 ألف تكعيب باء زائد 686 باء أس 4. هنا هاخد العامل المشترك 2 وهاخد الباء دي عامل مشترك لأن الباء دي مش مكعب كامل، فهيفضل ايه؟ هيفضل 8 ألف أس 3. ده كده مكعب كامل يتحل مفيش أي مشكلة. 686 على الاتنين هيديك 343. تمام. وباء خدنا واحدة منها يبقى باء تكعيب. بص بقى
الاتنين بقى دي ما تجيش ناحيتها خالص، سيبها ويبدأ اشتغل حياتك الطبيعية عادي خالص. قوسين، جذر التمانية اتنين وجذر الألف تكعيب ألف زائد 343 جذرها 7 والباء تكعيب باء، يبقى 2 ألف زائد 7 باء، ربع يبقى 4 ألف تربيع. غير سالب 2 في 7 ب14 ألف باء زائد 49 باء تربيع. 49. تعال نوضح دي شوية. ده اهي دي يا جماعة هتبقى 49 باء تربيع. تمام خالص. يبقى الفكرة هنا برضو اتخاذ عامل مشترك. طب تعال نشوف رقم 9. بيقول 54 س أس 4 ص أس 2 وهنا 16 س ص أس 5. أولا ال 54 ديت مش عامل مشترك، فهاخد 2 عامل مشترك عشان أخليها 27 تنفع. طب س ديت هاخد منها واحدة أخليها س أس 3، والصاد ديت مش هتنفع فهاخدها كلها، يبقى 2 س ايه 2 س ص. تعال نقسم بقى هنا 54 على 2 فيها 27 ص أس 4 شيل س أس 4 شيل منها يبقى فاضل س أس 3 ناقص 16 على 2 فيها 8. س خدناها وص أس 5 هتاخد منها ص أس 2 يفضل لك ص أس 3. بص بقى الجمال، 2 س ص هنسيبها عامل مشترك، وتعال نحلل بقى قوسين صغيرين كده ونشوف ايه اللي هيطلع معانا. جذر 27 3 وجذر السين تكعيب س ناقص جذر 8 2 وجذر الصاد تكعيب ص ربع هيبقى 9 س تربيع ناقص هنغيرها تبقى موجب، اضرب دي في ديت يبقى 6 س ص، وبعد كده 4 ص تربيع. 4 ص ايه تربيع. طيب رقم 10. رقم 10 هنا بتقول لنا ايه بقى؟ رقم 10 500 س أس 8 ص تربيع ناقص 256 س أس 5 ص أس 5. طيب احنا هنا نقسم على كام؟ لو قسمنا على 2 هتبقى 100. طيب خدنا الأربعة هنا عامل مشترك، هيفضل ايه؟ هنفتح قوس كده هنا 500 على 4 125 س أس كام؟ 8. هنا بقى في غلطة صغيرة هنا كده، ايه هي يا مستر؟ بص معايا، احنا الأول هناخد الأربعة المشترك بالنسبة للأعداد. طب وبالنسبة للرموز بقى، دي س أس 8 مش هتنفع اخد لها جذر تكعيب لأن 8 ما تقبلش على 3، أنا عاوزها 6 فهتاخد س أس 2. وهنا الصاد تربيع هناخدها كلها مينفعش ناخد لها جذر تكعيب. طب اما نقسم ده على 4 تبقى 125، ناخد من دي 2 تبقى س أس 6. طيب ودي خدناها كلها مفيش مشكلة، 256 على 4 فال 64. دي هناخد منها 2 يبقى س أس 3، دي هناخد منها 2 يبقى ص أس 3، ونقسم ونقفل كده. طيب بعد كده الأربعة س تربيع ص تربيع سيبها زي ما هي، هنفتح قوس صغير وقوس ايه كبير. تعالى بقى هنا الأربعة س تربيع ص تربيع ملناش دعوة بيها. جذر 125 5 س أس 6 جذرها س أس 3 ناقص معنى س أس 2 آسف عشان بنقسم الستة على 3 فالاتنين. جذر 164 4 وجذر السين تكعيب س وجذر الصاد تكعيب ص يبقى 4 س ص. هنا بقى ربع تبقى 25 س أس 4 غير تبقى موجب، اضرب دول في بعض يبقى 20 س أس 3 ص زائد 4 في 4 ب16 س تربيع ص تربيع س تربيع ونخلي دي كمان ص ايه ص تربيع، وبعد كده نقفل القوس على كده. يبقى ده بالنسبة للرقم كام؟ 10. الفكرة دي يا جماعة كمان كنا قلناها في حصة الشرح. هناخد هنا النص عامل مشترك، هيفضل ايه هنا؟ هيفضل س تكعيب 4 على نص، 4 على نص يديني 8
طيب النص ديت هتفضل بره كده، وهنفتح قوس صغير وقوس ايه كبير. وتعالى بقى نبدأ كده. جذر السين تكعيب س زائد جذر 8 2 ربع غير اضرب ربع. طيب نيجي هنا، الواحد على 3 يا جماعة هناخدها عامل مشترك، ويفضل هنا س تكعيب ناقص 27. يعني معنى ذلك يا مستر 9 على 1 على 3 27. أيوة، جرب انت اعملها بالآلة كده. هنسيب الواحد على 3 زي ما هي، ونفتح قوسين، واحد صغير واحد كبير. وتعالى نشوف بقى جذر السين تكعيب س ناقص جذر 27 3 ربع س تربيع غير تبقى موجب اضرب 3 س 3 في 3 ب9. يبقى س تربيع زائد 3 س زائد كام؟ 9. ده بالنسبة لرقم 12 وآخر مسألة معانا في الصفحة دي. وصلنا للسؤال الثالث اللي هو بيبقى سؤال اختياري. بيقول لي إذا كان س زائد ص بتساوي 3 وس تربيع ناقص س ص زائد ص تربيع بيساوي 5، فإن س تكعيب زائد ص تكعيب بيساوي ايه؟ القوس ده المقدار ده لو انت حللته هيديك قوسين، واحد صغير اهوت وواحد ايه كبير. طب ده قيمته ب3 وده قيمته ب5، يبقى 3 في 5 بكام؟ 3 في 5 ب15، يبقى احنا هنختار ال15. طيب تعال نخش على السؤال التاني. بيقول لي هنا إذا كان س تكعيب ناقص ص تكعيب بيساوي 14، ده المقدار الكبير 14، وس تربيع زائد س ص زائد ص تربيع بيساوي 7، تمام، كل المقدار ده. فإن س ناقص ص، بص ده المقدار الكبير بتاعه اللي هو س تكعيب ناقص ص تكعيب. لو حللت قوسين صغير، واحد صغير واحد كبير، هيديك القوسين ده اللي هو س ناقص ص وس تربيع زائد س ص زائد ص ايه تربيع. طب هو بيقولك الكبير ده ب14، قيمته ب14 وده ب7، يبقى كام في 7 ب14؟ هقول له 2، يبقى الصغير ده قيمته هتبقى كام؟ 2. طيب السؤال اللي بعده بيقول إذا كان س تكعيب زائد ص تكعيب ب28 وس زائد ص، أيوة س زائد ص ب2، فإن س تربيع ناقص س ص زائد ص تربيع يساوي كام؟ فاحنا خلاص بعرفنا هيبقى 28 على 2 فهل 14. لأن القوس ده اهو اللي هو س تكعيب زائد ص تكعيب هتعمله قوسين، واحد صغير واحد كبير، ده الصغير وده الكبير. يبقى عندك بقى 2 في 7 2 في 14 هيديك كام؟ 28. السؤال اللي بعده رقم 4. بيقول لي هنا ص تكعيب ناقص أ يساوي ص ناقص 2. بص بقى هي الفكرة كلها في الحتة دي. أنا هنا الص تكعيب جذرها ص والناقص نزلت ناقص، جذر كام يديني 2؟ فأقول له هنا 8، يبقى المفروض هنا تبقى كام؟ 8. طيب لو مشينا هنا الإشارة دي سالب بقت ايه هنا؟ ايه موجب، يعني معنى ذلك غيرناه. حلو خالص، يبقى هنا الألف هتفضل بكام؟ الألف هتفضل ب8. تمام. تعال نخش على رقم 5. بيقول لي هنا س تكعيب ناقص 8 بيساوي س زائد أ وس تربيع زائد 2 س زائد 4. ال8 ده اهي السالب بقى 8، المفروض دي سالب، المفروض دي كمان تبقى سالب، وجذر ال8 كام؟ 2، يعني المفروض على بعضه كام؟ الألف سالب 2، يبقى المفروض الألف بكام يا جماعة؟ سالب 2. يبقى هي على بعضها هنا س سالب 2، حتى هي دي سالب، لما نيجي نحل القوس الكبير اتغيرت بقت ايه؟ موجب. يبقى انت أكد لنفسك المسألة واحدة واحدة كده. طيب السؤال اللي بعده. إذا كان س تكعيب زائد 27 وهنا عندك س زائد 3 في س تربيع زائد ك زائد 9. المسألة دي يا جماعة قلناها بمسألة الشرح في حصة الشرح. هنا س بقت س تربيع، يبقى ضربنا ربعنا ربع، غير الإشارة، غيرنا الإشارة، المفروض هضرب الأول في التاني، اضرب الكاف دي عبارة عن ضرب الأول في التاني، يعني تضرب ده في ده،
يعني ده عبارة عن 3 في س، تبقى 3 ايه؟ 3 س. بس استنى، عندك انت قلت هنا 3 س. ايه يا مستر، مش دي موجب؟ المفروض دي تبقى ايه؟ سالب. تمام، يبقى انا اللي هيخليها لي هتبقى سالب 3 س، اللي هي دي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي هنا إذا كان س تكعيب ناقص ك تكعيب بيساوي س جذر الس تكعيب ايه؟ س ناقص جذر الكاف تكعيب كاف. حلو. ربع ربعنا، غير غيرنا، اضرب ضربنا. ربع بقى. ربع، المفروض الكاف تربيع تبقى ايه؟ كاف. طيب قالك بقى فإن الكاف ده هي تبقى كام؟ الكاف دي تبقى 2 كاف، بس 2 ولا 4 ولا 64 16 ولا 64؟ انا لما ضربت هنا يا جماعة الاول في التاني ادانا 4 س، يعني ضربت ده في ده ادانا 4 س. يبقى الكاف دي المفروض تبقى بكام؟ الكاف دي المفروض تبقى ب4، عشان ما ضربت هنا وغيرت بقت 4 ايه؟ 4 س، فعشان كده هختار 4. طيب نخش على اللي بعده. بيقول لي هنا س ناقص ص في س زائد ص، وهنا س أس 4 زائد س تربيع ص تربيع زائد ص أس 4. خد بالك معايا يساوي ايه؟ لو احنا بصينا هنا يا جماعة كده، دول ضربناهم في بعض، دول فرق بين مربعين، هيديني س تربيع ناقص ص تربيع. وهنا بقى بص هنا، ده الأول وده التاني طبعا. ربع ربع هيبقى س أس 4، غير الإشارة غيرناها، اضرب الأول في الثاني س تربيع ص تربيع. ربع دهوت هيبقى ص أس 4. تمام، يبقى ده كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن س أس 6، عشان طلعت س جذرها س أس 3 ناقص ص أس 6، برضو س أس 6 ناقص ص أس 6. س أس 6 ناقص ص أس كام؟ أس 6. عشان ما خدنا جذر تكعيب س أس 6 س أس 2، والسالب سالب، وصاد أس 6 صاد أس كام؟ صاد أس 2. هتفضل بالشكل ده كده. وصلنا يا جماعة للسؤال الرابع اللي هو الأكمل. بيقول هنا أكمل كل مما يأتي لتحصل على عبارة صحيحة. س تكعيب ناقص 1 بيساوي س ناقص 1، وتعالى نمشي بقى هنا. ربع يبقى س تربيع، غير يبقى موجب، اضرب الأول في التاني يبقى س. ربع 1 في 1 ب1. تمام. نخش هنا 8 ألف تكعيب زائد 125، جذر 8 2، وجذر الألف تكعيب ألف، زائد جذر 125 5. ربع غير ربع غير اضرب ربع. ربع 5 تبقى 25. طيب هنا س أس 12 الجذر التكعيبي بتاعها هنقسم 12 على 3 فعلى 4، وهنا ص 15 على 3 فعلى 5، 15 على 3 فعلى 5. ربع ديت تبقى س أس 8، غير الإشارة غيرناها، اضرب الأول في الثاني يبقى س أس 4 ص أس 5، وهنا ص أس كام بقى؟ هتبقى 10. تمام. 8 ألف تكعيب ناقص كام؟ فهنقول هنا جذر 8 2، وجذر الألف تكعيب ألف ناقص كام؟ فطلعت في الآخر هنا 9. مش احنا في الآخر بنقول ربع الثاني؟ أيوة، يعني المفروض هنا يبقى كام أصلا؟ المفروض يبقى 3، عشان 3 في 3 بإيه؟ ب9. طب والتلاتة دي كانت جذر مين؟ جذر 27. يبقى نقول بقى هنا ربع يبقى 4 ألف تربيع، غيرنا، اضرب الأول في الثاني 6 ألف زائد 9. تمام. بيقول لي إذا كان س ناقص 3 أحد عاملي المقدار ده، فإن العامل الآخر. هو احنا لما نحلله هيديني هنا قوسين اهوت، واحد اهو واحد اهو، واحد صغير واحد كبير. الصغير هو مدولي س ناقص 3، يبقى الكبير ربع غير اضرب ربع، يعني عبارة عن س تربيع زائد 3 س زائد 9. حلو خالص. هنا برضو بيقول لي إذا كان 4 ألف تربيع ناقص 2 ألف زائد 1 أحد عاملي المقدار ده،
طب ما تعال نحلل المقدار اللي بيتكلم عليه ده كده اهوت. جذر التمانية اتنين وجذر الألف تكعيب ألف زائد جذر الواحد واحد ربع يبقى أربعة ألف تربيع. غير سالب أول في التاني اتنين ألف ربع الواحد في واحد بواحد. ده عامل هو مديهولي اهوت. تمام، يبقى احنا ناخد العامل الآخر اللي هو اتنين ألف زائد واحد. ده العامل الايه؟ ده العامل الآخر. تمام كده خلصنا السؤال الأكمل. تعال نخش بقى على السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا وصحصح معايا في السؤال ده، سؤال مركب شوية. بيقول لي إذا كان س تربيع ناقص ص تربيع بيساوي 20 وس ناقص ص بيساوي كام؟ 2 وس تربيع ناقص س ص زائد ص تربيع بيساوي 28 فإن س تكعيب زائد ص تكعيب بيساوي ايه؟ هو س تربيع ناقص ص تربيع ب20 وس ناقص ص بيساوي 2 يبقى س زائد ص بيساوي كام؟ 20 على 2 فعلى 10. لما تضرب دول في بعض فرق المربعين هيديك ده. طب أنا لو ضربت ده بقى اللي هو س زائد واحد اهو كده عشان منحيرش نفسنا، س زائد واحد في الكبير ده هو اللي هو ربع غير اضرب الأول في التاني ربع. دول مع بعض ضربتهم كده هيديك س تكعيب زائد ص ايه؟ تكعيب. فده هيبقى بأربعة. الصغير ده س زائد ص ده س زائد ص ده هيكون بكام؟ س زائد ص ده يا جماعة هيكون ب10. تمام، 10 في ده كله كده بكام هنا؟ ب28. يبقى 10 في 28 يطلع 200 وكام؟ 80. يبقى المقدار ده قيمته 280 بالاستنتاج اللي احنا قلنا عليه ده كده. تمام، بعد كده خش على سؤال تحليل تاني في أفكار تانية اللي هو السؤال السادس. رقم واحد بتقول س زائد 5 أس 3 ناقص 125. هنفتح قوسين، قوس صغير اهوت وقوس كبير وتعال نشتغل بقى كده. دي جذرها هتبقى س زائد 5 واحدة بس، ما دول 3 ماخد لها الجذر يفضل س زائد واحدة بس ناقص جذر 125 5. وتعالى بقى هنا ربع الأول هيبقى س زائد 5 الكل تربيع. غير الإشارة تبقى موجب اضرب الأول في التاني 5 في س زائد 5 ربع التاني يبقى 25. تعالى بقى نحسب دول مع بعض كده، فهتلاقي الخمسة موجب تروح مع الخمسة سالب فاضل س بس. وهنا فوق ده كده س تربيع زائد 25 اتنين الأول في التاني ربع أول ربع تاني اتنين الأول في التاني 10 س. وهنضرب الخمسة هنا وهنا 5 س زائد 25 زائد 25. يبقى عندك ادي س. جمع بقى هنا س تربيع عندنا السينات 10 س و5 س 15 س. وعندنا الأعداد 25 و25 و25 75. يبقى ده هتبقى أبسط صورة بالشكل اللي قدامك ده كده. تمام، ده بالنسبة لرقم واحد. رقم اتنين بيقول لي هنا م ناقص 2 ن أس 3 ناقص 8 ن تكعيب. هنفتح قوس صغير اهوت وبرضه قوس كبير. دي جذرها دي دول 3 كده، هناخد واحدة بس جذرها اللي هي م ناقص 2 ن. طيب ناقص هيبقى ناقص جذر 8 2 وجذر النون تكعيب ايه؟ ن. تمام، هنربع هيبقى م ناقص ن أس 2. غير الإشارة دي تبقى موجب الأول في الثاني 2 ن في م ناقص 2 ن. وبعد كده اهو ربع الثاني زائد مربع الثاني اللي هو ده. ما هو عندنا ده الأول وده سالب وده الايه؟ الثاني عشان ما نتلخبطش. يبقى ده هنا زائد مربع الثاني 2 في 2 ب4 ونون في نون تربيع. يبقى ده ربع الأول غير الإشارة الأول في الثاني مربع الثاني. بص هنا دول بقى مع بعضهم كده هيبقى م ناقص 4 ن. وهنا فوق ده كده هيبقى م تربيع زائد 4 ن تربيع ناقص 2 الأول في التاني يبقى 4 م ن. هنا بقى اضرب الأول
اتنين نون هنا مرة وهنا مرة، يبقى ادي اتنين ميم نون، وهنا سالب أربعة نون تربيع زائد أربعة نون تربيع. وتعالى بسط بقى معايا كده، احذف، عندك أربعة نون تربيع مع أربعة نون تربيع، فاضل هنا ميم ناقص أربعة نون مضروبة في ميم تربيع. هنا بقى عندك أربعة ميم نون وموجب اتنين نون، فاضل اتنين ميم نون بس، وهنا أربعة نون تربيع. بكده يبقى وصلنا لأبسط صورة ليها. رقم 3 يا جماعة، هناخد الاتنين عامل مشترك كده، هيفضل واحد ناقص س ناقص واحد الكل تكعيب. خدت بالك معايا؟ الاتنين عامل مشترك ده ملناش دعوة بيه، هيفضل لنا هنا هنعمل قوسين، واحد صغير واحد كبير. تعال نشتغل بقى، ده الأول وده التاني على فكرة. مربع جذر تكعيب الواحد واحد ناقص، ده ناقص يبقى ناقص، جذر تكعيب ده هيبقى س ناقص واحد. تعالى بقى ربع الأول واحد، غير الإشارة اهو، واحد في القوس ده هيفضل زي ما هو، ربع التاني هيبقى س ناقص واحد الكل تربيع. طيب تعالى نبص معايا هنا، واحد ناقص ناقص، احنا الاتنين دي هنسيبها زي ما هي، ونقول هنا واحد ناقص س ناقص واحد، يعني هنا واحد ناقص س زائد واحد، عشان السالب ده هيخش على السالب ده خليه موجب، ماشي. هنا بقى هيبقى واحد زائد س ناقص واحد، ربع الأول س تربيع، ربع التاني واحد، اتنين الأول في التاني اتنين س، ونقفل على كده. يبقى عندك ادي اتنين، واحد وواحد اتنين ناقص س، وهنا الواحد ده اهو هيروح مع الواحد ده، وعندك هنا بقى هيفضل هنا س تربيع حطها في الأول، وعندك س ناقص اتنين س، فاضل س واحدة، وهنا واحد، يبقى اتنين في اتنين ناقص س في س تربيع ناقص كام؟ في س تربيع ناقص واحد. ديت ممكن تبقى أبسط صورة. وصلنا لآخر واحدة، س زائد خمسة أس تلاتة زائد س ناقص خمسة أس تلاتة، ده كده اسمه الأول وده اسمه الثاني. فهنفتح قوسين، قوس صغير وقوس كبير. جذر ده س زائد خمسة زائد جذر ده س ناقص خمسة، يبقى أنا خدت جذر الأول وجذر التاني. امشي بقى، ده الأول، خد بالك ده كده الأول وده التاني. ربع الأول هيبقى س زائد خمسة الكل تربيع، يبقى أنا كده ربعت الأول. لو دي زائد هنخليها ايه؟ سالب. الأول في الثاني س زائد خمسة في س ناقص خمسة زائد مربع الثاني، نحذف دي كده، مربع الثاني اللي هو س ناقص خمسة الكل تربيع، ونقفل القوس على كده. تعال ناخد واحدة واحدة بقى الموضوع كده. س زائد خمسة زائد س ناقص خمسة، الخمسة موجب تروح مع الخمسة سالب، س وس اتنين س، وهنا نفك دي س تربيع، ربع الأول ربع التاني اتنين الأول في التاني عشرة س، وبعد كده ناقص ونضرب القوسين دول في بعض، س في س س تربيع، س في خمسة خمسة س، خمسة في س خمسة س، سالب خمسة موجب خمسة سالب خمسة وعشرين، نقفل القوس زائد. تعال نفك ده كده، ربع الأول ربع التاني ناقص اتنين الأول في التاني عشرة س، كل ده كده تعال نبسطه مع بعض. لو انت جيت هنا هتسيب الاتنين س دي زي ما هي، وهتبدأ س تربيع زائد خمسة وعشرين زائد عشرة س. شايف السالب اللي قيمة دي بقى لو مخدتش بالك هتبوظ لك الدنيا، هيبقى سالب س تربيع موجب هنا ممكن نبسط نشيل دي مع دي ونريح دماغنا، والسالب تبقى موجب خمسة وعشرين زائد س تربيع زائد خمسة وعشرين ناقص عشرة س. وتعالى نجمع بقى كده ونبسط. هنعمل ايه؟ شايف الس تربيع دي هتروح مع الس تربيع دي، فاضلش غير اتنين س هنسيبها زي في الأول،
فاضلش هنا غير السين تربيع واحدة بس اهي. طيب وعندنا ايه تاني؟ عندنا هنا 10 س موجب مع 10 س سالب يروح مع بعض. فاضل سينات؟ ما فاضلش سينات. طيب تعال نجمع ايه اللي فاضل. فاضل 25 و25 و25 يبقوا 75، ودي تبقى ابسط صورة للمقدار اللي قدامك ده. رقم 5 يا جماعة تشبه رقم اللي قبلها بالظبط، نفس الفكرة. تعال نبدأ كده، هنعمل قوسين، واحد صغير واحد كبير. جذر ديت هتبقى س زائد ص بس، ودي سالب يبقى سالب، وديت تبقى س ناقص ص بس. تعال بقى نعمل مربع الأول، يبقى س زائد ص تربيع. دي سالب يبقى احنا هنا نغير الإشارة تبقى موجب. نضرب الأول في التاني، يبقى س زائد ص في س ناقص ص. وبعد كده نربع التاني، س ناقص ص الكل تربيع، نقفل القوس الكبير. طيب بص معايا بقى كده واحدة واحدة. هنا س زائد ص ناقص س، خد بالك احنا عملنا هنا السالب نعمل قوس على دي، ودي قوس لدي لوحدها، عشان لما اعمل بقى هنا هيبقى هنا س زائد ص ناقص س زائد ص. تمام. يقوم هنا عندي س موجب وس سالب يروح مع بعض، مفضلش غير 2 ص بس. كل ده مفضلش غير 2 ص. طب تعال نشوف حكاية ده بقى كده. ربع الأول س تربيع، ربع التاني ص تربيع، 2 الأول في التاني 2 س ص. نضرب دول في بعض هيديني هنا س تربيع ناقص ص تربيع، فرق المربعين. يعني القوسين دول كده فرق بين مربعين. هنا بقى نعمل نفس الموضوع، ربع الأول ربع التاني ناقص 2 الأول في التاني. لما نيجي نختصر بقى، بص هنا 2 س ص هيروح مع 2 س ص، سالب ص تربيع مع موجب ص تربيع. فهنا كده مش هيفضل غير هنجمع دول مع بعضهم. في ايه بقى اللي هيتجمع؟ عندك س تربيع وس تربيع وس تربيع، 3 س تربيع. وهنا عندك في ص تربيع واحدة هي، مفيش حاجة تاني زائد ص تربيع. ديت يبقى احنا وصلنا لأبسط حاجة ليها بالشكل اللي قدامك ده كده. بعد ما حللناها وصلنا للشكل ده. طيب رقم 6 بتقول ايه بقى؟ رقم 6 دي ذكية جدا، بتقول م ناقص ن، م ناقص ن زائد م ناقص ن كل أس 4. م ناقص ن هناخد واحدة بس عامل مشترك، هيفضل ايه؟ لما خدت ديت هيفضل مكانها 1 زائد دول 4 خدت منهم واحدة فاضل 3 أس 3. يبقى عندك هنا م ناقص ن. تعالى بقى هنا دي اللي احنا خدناها عامل مشترك، ماليش دعوة بقى خالص، هنعمل كده. وتعالى نحلل اللي جوه، هنفتح قوس صغير وقوس كبير. 1 1 موجب، جذر دي تبقى م ناقص ن. وهنا بقى تعالى الأول تربيع، نغير الإشارة، الأول في الثاني م ناقص ن زائد التاني تربيع م ناقص ن الكل تربيع. شايف م ناقص ن اللي في الأول ديت ولا ليها دعوة بقى خالص. هتفتح قوس دلوقتي كده وتشوف دول كده، دول كده هيبقوا ايه بقى؟ هيبقوا 1 زائد م ناقص ن، وهنا 1 ناقص م زائد ن. وهنا لو فكنا ديت هتبقى كالآتي، م تربيع ن تربيع 2 م ن. وبتهيالي كده دي ممكن دي تبقى أبسط صورة ليها بالشكل اللي قدامك ده كده. رقم 7 يا جماعة بيقول لي س تكعيب ناقص 2 في س تكعيب زائد 2. واخد بالك ان دول فرق بين مربعين، يعني لما اجي اطلعهم لهم المقدار بتاعهم هنقول س أس 6 ناقص في موجب بناقص 2 في 2 ب4. دي لما تيجي تحللها تعملها س أس 3 س أس 3 والأربعة 2 في 2. طيب دي ناقص 4 بقت كالآتي، س أس 6 ناقص 8. لما تيجي تحللها هتعمل قوس صغير وقوس كبير. س أس 6 جذرها س أس 2 عشان 6 على 3 بقى 2 ناقص 8 جذرها 2 ربع
غير اضرب ربع، ربع غير اضرب ربع. بكده يبقى انتهى. ده القوس الصغير وده القوس الايه الكبير. طيب رقم 8 بيقول لي س ناقص 3 في س تربيع زائد 3 س زائد 9. شايف القوسين دول كده، واحد صغير واحد كبير، دول اصلا فك القوس ايه؟ فك القوس اللي بيقول س تكعيب، وديت اصلا ناقص 27، عشان دي جذرها كده جذر التلاتة، جذر 27 3 والسالب اهي. طيب في ايه بره؟ 28 اهي. يبقى دول كلهم كده انا اختصرتهم في دي. هيفضل لنا ايه؟ هيفضل لنا س تكعيب سالب 27 وموجب 28 وفاضل 1. يبقى هنا س تكعيب زائد 1 هنحللها كالآتي: س زائد 1 وبعد كده ربع غير اضرب، اضرب الأول في التاني، ربع، ربع غير الإشارة اضرب ربع، ربع غير اضرب ربع. تمام كده. يبقى وصلنا لآخر مسألة معانا في الحصة رقم 1 فيها بيقول م أس 6 ناقص 3 م تكعيب زائد 2. لما نيجي نحللها ده مقدار ثلاثي يا جماعة، ثلاثي. هتعمل كده. مقدار الثلاثي بنحلله ازاي؟ ده م أس 6 يعني م أس 3 في م أس 3، وهنا الإشارة دي موجب يبقى الإشارتين زي الأوسط، والاتنين 2 في كام؟ 2 في 1، لو جمعتهم هيطلعوا 3. م تكعيب زائد ناقص 2 هتفضل زي ما هي. اما ده هحلله قوس صغير وقوس ايه؟ قوس كبير. م ناقص 1 ربع الاول، يبقى الميم هتبقى م تربيع. هنغير الاشارة الاول في الثاني م، ربع ده يبقى 1، يبقى م ناقص 1 في م تربيع زائد م زائد 1. ديت كده ابسط صورة ليها. طب تعال نشوف رقم 2. هنيجي نحللها برضو، ده مقدار ثلاثي. هنعمل كده: س أس 6 س أس 3 في س أس 3. طيب دي سالب يبقى واحدة سالب واحدة موجب. التمانية كام في كام؟ يكون الفرق ما بينهم 7. 8 في 1 مين الكبير؟ التمانية تاخد الشرط اللي في النص والواحد دي. طلع لي مقدارين 2 فرق بين مكعبين ومجموع مكعبين. ودي جمال الفكرة اللي في دي كده. دي كده هيبقى التحليل بتاعها اهو قوس صغير وقوس كبير، وده هي التحليل بتاعها قوس صغير وقوس كبير. وتعال نشتغل بقى كده. ادي ديت س ناقص 2، دي جذرها س ودي جذرها 2. هنا بقى ربع غير اضرب ربع، وهنا س زائد 1 ربع غير اضرب ربع، ربع غير اضرب ربع. ولو بصيت هتلاقي كلهم كده 4 مقادير، 2 لده و2 لده، وده الشكل النهائي بتاعها. بكده يبقى وصلنا لآخر مثال معانا. نشوفكم الحصة اللي جاية إن شاء الله. مع السلامة.